بعد النجاح الجماهيري لفيلم الحريفة بيقرر صناع الفيلم ينزلوا فورا بالجزء الثاني الحريفة 2 الريمونتادا من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح وطبعا من بطولة نفس طاقم الممثلين بتوع الجزء الأول نور النبوي ونور إيهاب وأحمد غزي وكزبرة وشخصيات تانية كتير وشخصيات جديدة بتيجي معانا وشخصيات قديمة بنعمل لها استدعاء من الجزء الأول وعدد مش قليل من الكاميوز أو ضيوف الشرف. مبدئيا مجهود يحترم، لا بس عاش الشباب شد حيلها فعلا زي ما مروان موسى بيقول، لكن انا عندي مشكله كبيره جدا مع السرد الخطي. يعني ايه سرد خطي؟ يعني الكاتب يحكي قصه على خط زمني كده، ابطالنا بيواجهوا مشكله بيعدوا منها، بعدين بيبصوا شويه بيدخلوا مشكله تانية بيعدوا منها، وبعدين تحصل علاقه رومانسيه معينه يعدوا منها برضه، وبعدين يدخلوا في حوار ياخدوا قرارات معينه يخططوا خطط معينه يروحوا للي بعده، وفي الاخر يدخلوا بطوله عالميه على مستوى الكوكب. وطبعا البطوله دي حوار، والحوار محتاج استشوار، ماتش ورا التاني بيكسبوا كل الماتشات، سبحان الله ما فيش ولا ماتش بيخسروه، بيدخلوا يكسبوا اي حاجه تقابلهم. وبنفس الطريقه الشوط الاول يشيلوا 7 تجوان، في الاستراحه بين الشوطين يقعدوا يقولوا هنكسب هنكسب، يجوا في الشوط الثاني يجيبوا 8 تجوان ويكسبوا الماتش. انفصال مرعب عن الواقع، تحسه جايب لك احلام العصريه بتاعت شباب اولى ثانوي والحاجات اللي هم نفسهم فيها وعاملهم لك فيلم وخلاص. احداث كتير كتير ورا بعضها ملهاش اي علاقه ببعض، تايم لاين كده رحله بناخدها مع ابطالنا، اولها مش زي نصها مش زي اخرها، اولها ملوش اي علاقه باخرها. الفيلم مش بدايه ومنتصف ونهايه، الفيلم عباره عن سلسله من الاحداث ورا بعضها وخلاص. لو شلت حدث من نص الفيلم مش هيتاثر، لو شلت علاقه رومانسيه معينه من النص مش هيتاثر. اول نص ساعه هي افضل حاجه في الفيلم، دي اللي فيها القصه اللي التريلر وعد بيها، انه ابطالنا بعد البطوله اللي كسبوها في الجزء الاول بيقرروا ما يتقاسموش الجائزه اللي هي المليون جنيه، لكن بيفتحوا مشروع ملاعب كره قدم الحريفه تجيب لهم ايرادات يصرفوا منها. وفي نفس الوقت ابطالنا اللي هم الششتاوي وحته وعمر وكريم بتجيلهم منحه دراسيه في احدى جامعات ايجيبت، وماجد بتجيله فرصه احتراف كره القدم في البرتغال. اتخدعت بالنص ساعه دي، قلت الفيلم هياخد السرد المتوازي يحكي اكتر من خط درامي منفصلين عن بعض وفي الاخر يربطها ببعضها، لكن ده ما حصلش. اول نص ساعه بس اللي كانت كده، لكن الساعتين التانيين بداوا يجمعوا الخطوط الدراميه مع بعض على طول ومسكوا السرد الخطي وهاتك يا دعك. سرد خطي مع فيلم ساعتين ونص، يا الهي يمكن ده اطول فيلم انا شفته في حياتي. انا دخلت حفله 3 ونص، بعد ساعتين ببص في الساعه لقيتها 4، بعد 3 ساعات ببص لقيتها 4 ونص، بعد 5 ساعات ببص لقيتها 5 الا ربع. يخرب بيتك، هو الفيلم ده ما بيخلصش ابدا. افتكر ان الجزء الاول كان مكتوب بشكل افضل بكتير، كنا بنشوف قصه عيال في مدرسه حكوميه عندهم مشاكل ماديه في حياتهم وتجارب حقيقي انسانيه سواء عائلاتهم او اصحابهم، ولكن كره القدم بتكون هي الملجأ الوحيد اللي بيهربوا اليه وبتنقذ حياتهم او بتوفر لهم فرص تخليهم يعرفوا يصرفوا على اهلهم. الجزء الاول كان حقيقي ممتاز جدا، برغم انه برضه في نفس مشكله انهم بيكسبوا كل الماتشات ما بيخسروش ولا ماتش، بس على الاقل كان فيلم متوازن دراميا. ده للاسف مش موجود في الجزء الثاني. الجزء الثاني واضح عليه قوي انهم عايزين يحلبوا نجاح الجزء الاول، قال لك بسرعه كده قبل ما الناس تنسانا تعال ننزل بالجزء الثاني على طول. وفعلا الفيلم باين عليه انه معمول بسرعه، في مشاهد كتير مليانه ابتزاز عاطفي بيوصلني لمرحله الكرنج. المشاهد الدراميه او الاحداث اللي ابطالنا فيها بينكسروا وبيتعرضوا لاسوأ مواقف حياتهم ومشاكل بتوقعهم وتحديات بتعرقلهم، والحاجات دي تلاقيهم قلبوا دراما كوينز فجاه، بيشروا دموع فجاه، الموسيقى الحزينه تشتغل فجاه، مرارتي تتفقع فجاه. المشكله دي كانت موجوده برضه في الجزء الاول، بس زي ما قلت كان فيلم فيه قدر من التوازن الدرامي، اللي هو انت حاسس بكرنج بس في نفس الوقت متاثر وبتعيط. لكن في الجزء الثاني انت حاسس بكرنج بس. هل الفيلم عيوب فقط مفيش مميزات؟ لا، في مميزات، لكن ما تخليهوش احسن من الجزء الاول. من ضمن المميزات دي مثلا لاحظنا تطور كبير جدا من ناحيه التجربه البصريه، الاخراج والتصوير والكادرات والمونتاج سواء في الجامعه او الشوارع او البرتغال او الملاعب الفشيخه بتاعه البرتغال. في خطوط دراميه مكتوبه كويس، هي مش بتضيف للقصه لان هي عباره عن سلسله من الاحداث ورا بعضها ملهاش اي علاقه ببعض، لو شلت اي حاجه منها مش هتاثر على الفيلم، لكن هي لوحدها بشكل منفصل مكتوبه كويس. الخط الدرامي بتاع شخصيه الششتاوي، دخوله في عالم جديد مش عارف يتاقلم معاه بيؤثر على علاقته باخواته اللي بيحبهم، بدا ينسى اصله عشان يفت ان في مجتمع جديد، ما شافش زيه قبل كده، ما عاش زيه قبل كده، ما ركبش عربياتهم قبل كده. كان هو تقريبا افضل خط درامي في الفيلم. كزبره كالعاده بيضحك، عامل اداء كوميدي مش وحش، وده طبيعي لان انت جايب اكتر واحد على الله حكايته ومدخله جامعه من بتوع ايجيبت، طبيعي هيطلع لك افيهات للصبح. باقي الخطوط الدراميه زي شخصيه عمر وشخصيه كريم والعلاقه الرومانسيه بين ماجد ولانا وشخصيه اسر ياسين اللي حرفيا ملوش اي لازمه، كل ده كان بيختفي في الخلفيه، ملوش تاثير على الاحداث، مجرد
تفاصيل تملى بعض الفراغات في التصميم. آسر ياسين حرفيا دمه بقى يلطش، طالع بنفس الشخصيه اللي طلع بيها في مسلسل سوتس بالعربي وفيلم ولاد رزق 3. شخصيه كاريزما جدا، الفا ميل، مفيش من ديك امه اتنين، والمشكله انه مفكر حاله فشيخ. هو تقريبا الناس اللي معاه في الوسط بيطبلوا له، فواخد في نفسه مقلب كبير قوي. يا فنان، ما قلنا بقى البطل الحقيقي هو اللي بيتكسر وبيدغدغ والكلام ده، مالك تعلان علينا ليه؟ فيلم الحريفه 2 هو تجربه مش افضل حاجه بصراحه. فيلم معمول بسرعه، هتيجي على التلت الاخير هتلاقيهم عمالين طخ طيخ كروته مش طبيعيه في الاحداث. فشيخ من ناحيه الاخراج والتصوير والمونتاج والاضاءه والديكورات والالوان والحبشتكنات، لكن على مستوى القصه والاحداث والكتابه تجربه محبطه شويه. لو انت حبيت الجزء الاول جدا وما عندكش معاه اي مشاكل، كده كده هتبقى عايز تشوف الجزء الثاني، ممكن يعجبك ومش هتحس انك ندمت قوي انك اتفرجت عليه. لكن لو ما حبيتش قوي الجزء الاول، الجزء الثاني بالنسبه لك ما اظنش انك هتستمتع بيه قوي. فيلم الحريفه 2 تقييمي ليه 5 من 10، 5.5 من 10، 6 من 10. الجزء الاول كان افضل بكتير جدا الصراحه. وبس كده، دي كل حاجه عندي. الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واشوفكم في اللي بعده.